الهلال صورة طبعا دماء على أحد الجماهير. نتمنى السلامة بمشيئة الله لهذه الجماهير التي سقطت عليهم لائحة الإعلانات في ملعب الخرطوم اليوم، أو لوحة الإعلانات، لوحة إعلانية تسقط على الجماهير بسبب هذه العاصفة. هذه كارثة من مسؤولي ملعب الخرطوم. هذه طبعا أمور لابد أن تكون لها معايير، يعني أمور صعبة وسط هذه الأجواء الترابية والعواصف المتوقعة. كيف تكون هناك لوحة إعلانية غير مثبتة بشكل جيد؟ أمر صعب كابتن. يعني نقول أن المسؤول الأول إذا حدث لا قدر الله، نتمنى ألا تحدث كوارث ولا تحدث أي يعني إصابات صعبة، إذا حدثت أي شيء فالمسؤول عنها هو ما مسؤول تنظيم طبيعي. اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم والمسؤول على تنظيم هذه المباراة. فبالتالي ربما احنا نتمنى لا، ولكن ربما تكون هناك عقوبات من طرف الاتحاد الافريقي. كل هذه الاحداث مسؤول عليها مسؤوليه المسؤولين على الملعب، على تامين الجمهور. تمام. فهذه اشكال كبير، وهذا نعتبره انا تقصير نظرا لضيق الامكانيات وعدم تامين الملعب بشكل جيد. انا نستغرب في موضوع لما تجلب لاعب $1,000,000 ولا $2,000,000 ولا ب3، لاعب محترف يلعب في فريق الهلال ولا في فريق المريخ، لأن هناك مبالغ مالية كبيرة تصرف من أجل الانتدابات. كان من الأجدر أن تصرف هذه الأموال على سلامة المتفرجين وعلى الفئات السنية والتفكير في كرة القدم السودانية في المستقبل. فهنا هو المشكل الكبير. كما قال الكابتن، العاصفة خلاص انتهت، يعني الصورة أصبحت واضحة، ولكن المشكل صار مشكل الجمهور فوق الملعب ومشكل الإصابات وكل هذه الأحداث. نتمنى أن الأمور تكون لاباس سلامات، وصحة الجمهور هي الأهم في النهاية. تمام كابتن، يعني تعليقك على هذه الأجواء. العاصفة انتهت، الجماهير في أرض الميدان، ما يعني إذا كما تحدثت أن 10 دقائق وتنتهي العاصفة، وبالفعل انتهت العاصفة، لكن ما عطل المباراة هي الكارثة الأخرى وهي سقوط اللوحة الإعلانية. الامور طيبه، الملعب اصبح جاهز، يعني العاصفه الترابيه عدت بسلام. لا، المباراه ان شاء الله تستأنف، ونسال ربنا انه الناس المصابين تكون اصابات خفيفه وتستأنف المباراه. اذا يعني الامور قد تكون هناك فيها استئناف بمشيئه الله. الجماهير بدات تخرج من ملعب المباراه، ملعب الخرطوم الذي يعني توقفت المباراه بسبب اولا عاصفه رمليه، عاصفه ترابيه.